يا جماعة اليوم ميمتي باش توريكم كيفاش تولد الكرشة باش تعمل العصبانة الساحلية. نحنا رانا تبقى الحرشة في الكرشة ما نحيوهاش، ننظفوها بالباهي ونخليوها. شوف كيفاش ميمتي تحط بظفرها تبدا تجبد بين طبقتين، الكرشة متكونة من طبقتين، تبدا تجبد بشوية بشوية وتتبعها لين تصنع بوش هو اللي في وسطه باش نحط المكونات الكليكية. وبعد شنو هما المكونات؟ بصل سلقوا معدنوس باش نحطوا الكبده، كيلو ونص كبده حطيناها، الريه سمطناها، القلب والكلاوي، الليه، باش نحطوا الحمص الديجا طايب، لفاح، فلفل احمر، فلفل هروس، حبق ونعناع شايحين، كرويه. نحن نحطوا برغل، انتم تحبوا تحطوا الروز حطوا، كل واحد كيفاش يحبها. اما شوفوا كيفاش الكرشه كيفاش تتبعها ميمتي بشويه بشويه. بالطبيعه نزيدوا معاهم زيت الزيتونه وصحن البونيس. يا جماعه شكون يعرف يكتب لنا في كومنتير شنو صحن البونيس هذيك. شوفوا ما شاء الله، اللي ما جربش العصبانه الساحليه لازم يجربها، حاجه بنينه على الاخر يا جماعه. سيرتو انه حاجتين، طيح لك دوبل الكونتيتي نتاع العصبان على خاطرك ولدتها، وزيد العصبانه تولي رهيفه، البنه الكليكيه نتاع المرق بعد في الكسكسي تدخل في وسطها. نحن راهو ما نحطوش الثوم وما نحطوش الطماطم في العصبانه نتاعنا، كل واحد وطريقته، هذه طريقتنا نحن في العصبان في شيرة الساحل التونسي. شوفوا حتى النظافه نتاع الكرشه، حتى عطينا لكم لايف كامل ساعه ونص كيفاش ميمتي نظفت الكرشه، نظفت الدواره من الاول للاخر، لازم تفرجوا فيه على صفحتنا في الفيسبوك وائل بن احسن. تو شوفوا الكرشه كيفني يا جماعه، ريتو كيفني، ريتو كيفاش تبعها، هاني من الاول للاخر كيفاش تبعتها ميمتي، ما شاء الله ما شاء الله على العصبانه. لازمكم تجربوا الطريقه هذه يا جماعه. صحيح التوليد صعيبة شوية، مي تستانس بها، تولي خبرة، كل ما تزيد تعملها نهار كل ما تزيد أكثر. نحنا ما نحطوش الكرشة في الماء السخون، دونك تسهل لك عملية توليد الكرشة. راه وريتو كيفاش صنعت البوش اللي باش تحط فيه المكونات الكل، بعد هذيك نسكروها بالردي ونلفوها بالمصراء. وهذه طريقتنا في توليد الكرشة يا جماعة. ما شاء الله، ريتو كيفني ولا هذه توا باش تحط فيها المكونات الكل كاين ميمتي ان شاء الله.